كان كاتب كتابنا المفروض بعد 15 يوم من ما احنا سيبنا بعض، والفرح بعد شهرين من ما احنا سيبنا بعض. فسبحان الله يعني ربنا طبعا يكرم. الرحله دي كانت المفروض معاها وجايب ادوات تخييم ممكن ابقى اوريها لكم، معاها خيم وكده. كل ده كنت ناوي ايه اعيشه معاها، بس انا يعني ايه هنعيش لوحدنا يعني برضه عادي، وانبسط ان شاء الله وساعتها اعيش بقية حياتي مع بنتي، اخد بالي بس منها. يعني انا العربيه دي اقسم بالله انا جايب العربيه دي عربيه عائليه وكده. ما حدش يا جدعان بيتغير، مفيش، لا يعني لا يعني ما حدش هيغير التاني. يعني ماشي كون ان الواحد بيتغير وحاجات من كده في اثناء حياته بنتغير، لكن ما حدش هيغير التاني. يعني انا ما اخدش اصل هو مثلا عصبي زي انا حالاتي للاسف عصبي فهغيره بعد الجواز او بعد الخطوبه او كده. لا 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 مش هتستحملي حد عصبي يبقى بلاش منه. انا يعني مستحيل قابل مثلا ببنت بتلبس اللبس الفلاني ده، بلاش بقى تروح تاخدها لابسه النبي اللبس الفلاني ده وتقول ده انا هغيرها وكده. مش هتتغير، بس يرجعوا له تاني. يعني الحاجه دي بترجع تاني، فاللي هو انت ضيعت وقتك ووقتها ومجهودنا يعني فدي اهم حاجه بالله عليك. صحيح من الغلطات الكبيره جدا جدا جدا، وهي دي بقى يعني ممكن نقول هي دي السبب في كل حاجه في الدنيا. كل حاجه خلاص بقى. انا بقول لكم انا حاجز القاعه صحيح بالمناسبه برضو القاعه لسه محجوزه لحد النهارده. القاعه باسمي، ولو رحت لهم قلت لهم يعني ممكن اروح خلاص. يعني انا حاجز القاعه، اول فوتوغرافر موجوده بنت طبعا عشان قلت لكم انا بغير. وكنا حاجزين ايه تاني؟ الشقه كنا حاجزينها بس رجعت. بس يعني ايه الاحداث السريين طبعا بقى هو من العيد مش عارف شهرين تقريبا من عيد الفطر مش الاضحى. رحت كلمت مامتي على طول فقلت لها ده في كذا كذا وانا حاسس بكده، واللي هو عايزين بقى نروح نكلمهم وكلام من ده. النهارده 6/6/2026 تاريخ مميز، وكان المفروض هيبقى اهم يوم في حياتي، كان هيبقى يوم فرح. بس الحمد لله طبعا على كل حاجه حصل. فانا جاي احكي لكم عن تجربتي وايه الغلطات اللي انا وقعت فيها وايه العيوب اللي كانت فيا. طبعا مش جاي اقول اي حاجه ثانيه عن الطرف الثاني او اقل من حد او كلام من ده. انا نفسي كان فيها غلطات كتير وانا عملت حاجات كتير غلط. فالكلام ده كان نفسي اقوله لنفسي حتى، يعني لو كان رجع بيا الزمن كنت اقول لرفعت ايه، فيمكن حد يستفيد من الكلام ده. مع اني كنت بسمع كلام كتير جدا. يعني انا كنت بسمع بودكاست كتير واسمع تجارب ناس وقصص وكلام ده، بس احنا في نص العلاقه ما تفهمش يعني في حاجات بننساها، في احيانا حاجات بنتجاهلها. يعني في نص العلاقه ما بيبقاش زي، فالواحد دايما بيبقى عايز يسمع. وانا يعني طبعا احيانا بيتشغل في الشغل بقى، الجيم، الحياه، ففي حاجات كتير بننساها وفي حاجات يعني بنتغفل عنها وفي حاجات ما بناخدش بالنا منها. فانا هحكي لكم عن التجربه والغلطات والكلام اللي انا كان نفسي اقوله نفسي. وانا يعني الاول لو احنا قريب طبعا حتى ولو مش قريب انا مستحيل اغلط في حد، بس انا اقول برضه على ايه الغلطات اللي كان المفروض انا انتبه منها مع اي شخص. يعني لان ده المناسب معايا برضه، يمكن الكلام ده ما يناسبش حد فيكم، لكن ده اللي كان مناسب معايا والكلام اللي انا كنت عايز رفعت يسمعه. اولا هي البنت زي ما قلت قريبتنا، فشفنا بعض بالصدفه مش عارفها. شفنا بعض بالصدفه في العيله، كنا العيله كلها كنا رايحين، كان جدي تعبان وكده، فشفنا بعض بالصدفه واحنا بنزور جدي. وبعدين طلعنا على البحر هو في دمياط الجديده يعني. وبعد ما زورنا جدي وكده كلنا بقى العيله ناس كتير ما شفناش بعض من زمان، انا ما شفتهاش من واحنا صغيرين جدا. كلنا ما شفناش بعض بقى، انت عارفين الدنيا يعني، هم من بلد واحنا من بلد وكده، فما كناش شفنا بعض بقالنا كتير. فبعدين طلعنا بقى على البحر وكلنا بقى العيله بقى كانت وحشه بعضها وناس كبيره وكلنا مع بعض. المهم كده اتفقنا على، انا مش عايز بس اللي هو ايه احكي اطول في البدايه او في كده، انا عايز يعني تستفيدوا من التجربه فما تبقاش القصه كامله يعني، مع ان والله القصه كامله هتبقى اهم بكتير، بس انا هقول يعني على الحاجات اللي كانت. المهم اتفقنا مره والثانيه مع العيله كلها. انا كل طبعا انا لا اتكلمت معاها ولا كده، احنا قرايب وعيله وانا حتى لو كان في بنت مثلا عجبتني او كده انا بحب اللي هو ايه اروح اخطب على طول او نقرا فاتحه او يبقى الكلام كده يعني. ما بحبش الحاجات اللي هي دي، لان طبعا انا ما برضاش على حد من اهلي فمش هعملها مع حد. ف ما حصلش الاعجاب من اول مره يعني، يمكن كان في سنه انجذاب من ناحيتي، وبعدين مره والثانيه والثالثه احنا خرجنا 3 مرات بالظبط، فابتدى يحصل الاهتمام والكلام ده والاعجاب يعني من ناحيتي ومن ناحيتها شويه. ف رحت كلمت مامتي على طول فقلت لها ده في كذا كذا وانا حاسس بكده، واللي هو عايزين بقى نروح نكلمهم وكلام من ده.
فالمهم عملنا جروب كلنا العيله. طبعا ما شفناش بعض من زمان، كلنا كان معانا ارقامنا يعني اظن كان معانا ارقام بعض كده، فعملنا جروب بقى نتكلم عليه واتفقنا على الفرقتين اللي هم التانيين دول وكده. فابتدينا نتكلم كلنا على الجروب، بس انا كنت بقى يعني ايه بيبقى الكلام معاها اكتر او بيبقى فيه اهتمام اكتر في الجروب، برضه كل ده في الجروب. وبعدين لحد ما حسيت ان في انجذاب من ناحيتنا احنا الاثنين من الكلام وكده، ورحت اكلمهم، فكلمت مامتها وعرفتها يعني وكده. هي كانت في الاول يعني هي اللي استصغراني، انا شكلي صغير اصلا، 24 سنه و25 داخل على 25، بس انا شكلي صغير يعني فكان عندها حق. فالمهم رحنا اتكلمنا وكده واتفقنا على يوم هيبقى نقرا فيه الفاتحه وهيبقى تلبيس دبل لحد ما بعد كده بقى الشبكه الكامله والخطوبه والكلام من ده. انا طبعا غيور جدا 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 في مستقبله، وقبل ما كنت اقول لها يعني اعترف لها باي مشاعر او كده، انا قلت لها انا بغير، يعني قبل ما اقول لها حتى بحبك بتاع بغير عليك، لان ده انا بطبيعتي يعني عندي الغيره زياده شويه، مش المرضيه اللي بتوصل لدرجه الشك، ولكن الزياده يعني بغير يعني انا ممكن اغير من قرايب عادي، يعني ابن خالتها ابن عمتها ابن خالتي ابن عمتي الكلام ده، يعني هو في ناس كتير بيبقى بالنسبه لها الموضوع عادي فيها ايه ده احنا قرايب الكلام ده، انا بالنسبه لي ما بقاش ده خالص. فقبل ما كنت اقول لها بحبك انا كنت يعني فهمتها ان انا بغير وكلام من ده، ودي كانت غلطه كبيره برضه انا وقعت فيها في الاول، لان انا كان المفروض يعني انا قلت ان انا بغير. وحتى اول موقف حصل بينا في اللي هو ثالث خروجه وكده، اللي هو بعد ما كنا ابتدينا نتكلم، قلت لها ان انا غيرت عليها من الموقف من حد قريبنا، ان هي هزرت معاه وكلام من ده، وهي قالت على حاجه برضه بتضايقها، انا برضه وقعت فيها. فهو ازاي يعني ايه، انا برضه انا اقول لكم انا ما كنتش غلطان يعني، هي ما بتحبش مثلا احيانا تحس ان حد بيتجاهلها او بيردش عليها على طول او كده، فهي قالت الكلام ده في الاول خالص، وانا قلت لها الكلام ده في الاول خالص. يعني يمكن دي اكتر حاجات كانت بتضايقنا احنا الاثنين، وطبعا حاجات تانية بقى بعد كده بعد الخطوبه يعني اتكلمنا عنها، بس هم دول يعني ايه اللي حصل فيهم موقف معاها ومعايا، فاحنا ايه اتكلمنا فيهم. وبعدين اتفقنا على يوم اللي هو قرايه الفاتحه وتلبيس الدبل. انا بص يعني طبعا ده الصح وده اللي المفروض يحصل وكده، بس انا مش عارف هل انا يعني اللي جاي ده طبعا برضه عشان قرايبنا واحنا عارفهم على ايه واخلاقهم ايه والناس دي عامله ازاي، فرحت قدمت على طول. مش عارف يمكن كان المفروض نسال في حاجات قبل كده او ايه، انا برضه مش ملاك ومش كل الكلام اللي اقوله صح، انا بقول الكلام اللي ايه اللي انا كنت اللي انا شايفه من وجهه نظري، واللي شايف الكلام ده مناسب معايا استفيد منه، لو حتى كلمه من اللي انا قلتها استفدت منها يبقى احسن من ان انت طلعت من الفيديو من غير حاجه. فانا كنت شايف ان انا كان المفروض اتعرف عليها اكتر قبل ما اروح اقرا الفاتحه، لان انا اكتشفت ان انا طبعا ما اعرفش عنها حاجه خالص، يعني لا خالص تقريبا فعلا. بس هو حصل الاعجاب اللي هو العادي، حصل قبول مثلا، يعني بيننا حصل انجذاب او كده. ف يوم قرايه الفاتحه كان مش قرايه الفاتحه اسف، يوم تلبيس الدبل كان يوم، وقرايه الفاتحه كانت يوم واحنا بنجيب الدبل. حصل موقف يوم واحنا بنجيب الدبل. ف يعني انا لو كنت اعرف الموضوع ده قبل، يعني مش حاجه هي بالنسبه لي انا مش مناسبه، علشان انا برضو محدش، انا ما بقولش اي حاجه وحشه، انا كان بالنسبه لي انا الموضوع ده، لان انا رفعت بغير جدا والموضوع ده هيوجعني انا بعدين. فلو كنت اعرفه يوميها انا ما كنتش تقبل، لان انا يعني قبلها برضو انا كنت اللي هو ما بفكرش في موضوع الجواز قوي وكده، بس لما باجي مثلا شفت حد او عايز اتقدم له بقوم شايف ايه النقط اللي فيه 1 2 3، بس يمكن هنا انا ما ركزتش قوي. فانا لو كنت اعرف الموضوع ده انا ما كنتش اللي هو كان لسه لا هي حبتني ولا انا حبيتها. طبعا مفيش حاجه صحيح، حتى لو كنا قلنا بحبك، بس انا ما قلناش بحبك تقريبا الا بعد الخطوبه، مش بتبقى معناها اللي هي بحبك، يعني كلمه بحبك دي اكيد بتيجي بعد العشره وبتيجي بعد وقت وكده، وانا برضه انا كنت في حاجات كتير جدا مش فاهمها، ويمكن انا بقيت بعدها يعني اللي هو ألف بالدين يا جماعه، قبلها ما كنتش بصلي 5 فروض اللي هي ألف به دين يعني،
يعني في نص العلاقه بقيت بصلي الخمس فروض، فاكيد في غلطات كتير انا كنت بعملها وفي حاجات كتير انا ما كنتش عارف انها غلط، وكنت عارف بس اللي هو ايه مش مديها حقها. فبعد في يوم قريت الفاتحه شفت الحاجه اللي هي اللي ضايقتني دي او عرفتها، فلو كان قبلها ما كنتش وافيت فكان المفروض ان انا اعرف عنها على الاقل شويه، او اي بنت انا رايح اتجوزها ابقى عرفت عنها يعني شويه حاجات كده قبل ما اروح نخش البيت ونكلم الناس وكلام من ده، علشان ما يبقاش فيها احراج لينا او ليهم، سواء قرايب او مش قرايب، بس اللي هو ابقى عارف الحاجات دي. دي كانت اول غلطه اللي مش متناسبه معايا انا ومع شخصيتي انا، عشان موضوع الايه الغيره ده. فطبعا الموضوع وجعني جدا جدا جدا، وفضل وجعني بعدها يعني حتى تقريبا اخر يوم احنا بنسيب بعض، بس ما كنتش طبعا كل شويه بفكرها بيه او بقول لها كده، يمكن ذكرتها بيه مره او اتنين. وده غلط برضه كبير، لان طالما انا خلاص سامحت او انا عديت ما كانش ينفع اروح اقوم قايل ايه ده حصل الموقف ده وكده. بس انا كنت بحكي ان هو وجعني، يعني هو وجعني فعلا. مش هقول لحد دلوقتي حد يعني، احنا كنا بنسيب، احنا لسه سايبين بعض بقالنا اهوت من العيد، مش عارف شهرين تقريبا من عيد الفطر مش الاضحى. فدي كانت من اول الغلطات، ان انا ما عرفناش كتير عن بعض، هي برضه عرفت عني كتير، ما عرفناش كتير عن بعض. فدي غلطه كبيره، بس يعني هي منها غلط وصح. يعني صح طبعا احنا عايزين نخش البيت على طول ومبقاش فيه بقى خروج ولا لعب ولا كلام من ده، بس يعني اللي هو كان عادي، كان ممكن انا اعرف الحاجات دي من يعني مش عارف زي انا كنت سالت مثلا، كنت مش سالت عنها، اللي هو يعني سالتها هي في الاول، سالت مامتها او اختي تخش مثلا تكلمها، مش عارف اي طريقه الصح المفروض ده كان يحصل بيها. فالغلط اللي فضلت توجعني لحد اخر، لان حاجه بالنسبه لي انا كبيره جدا، ومش عايز اخوض يعني اللي هو اقول هي ايه او كده، حاجه ممكن تبان للناس كل عاديه جدا، اللي هو انت ايه يا عم انت مكبر نفسك، مكبر الموضوع ليه؟ انا بقول بالنسبه لي انا كانت كبيره. انا لا بحب اختلاط ولا برضه باختلاط ما بين الولاد والبنات، ولا يعني في اكيد يعني الانسان بيغير، فاكيد فاهم يعني الكلمه شرحت نفسها، شرحت اي حاجه ممكن الواحد تخليه يحس بالغيره او يحس بكده. فانا معظم المشاكل اصلا كانت بسبب الغيره، ومش عارف احنا سيبنا بعض بسبب كده ولا لا. فبس خلينا نحكي. اول علاقه طبعا زي اي علاقه جميله بدايتها، يعني بعيدا عن الموقف ده، يعني قصدي بعد ما حبينا بعض بقى وبعد ما كده، وده برضه غلط، مش عارف الصوت بتاع دي، غلط كبير جدا ان احنا نحب قبل الجواز دي. يعني انا طبعا حبيتها جدا 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 جدا، ويعني ما حبيتش في حياتي بني ادم اللي هي، انا كنت برضو كنت قبلها في اولى كليه في مطعم عبيط كده، وكنت ناوي اخطب لسه بس ما حصلش نصيب، بس ما حبيتش البنت دي ولا حبيت اي بنت مثلا كنت انا ناوي اللي هو ايه اعجبت بيها وكنت، لكن دي اول بنت انا احبها وحبيتها فعلا. ولو جيت في يوم قلت لك انا ما بحبهاش او قلت لاي بني ادم ما بحبهاش وانت كذاب، لا انت بتحبها، وانا لحد النهارده بقول ان انا كنت بحبها، ما اعرفش انا دلوقتي يبقى انا يعني لا بكره ولا بحب، مش عارف يعني. لسه طبعا ما بقالناش شهرين، فاكيد الواحد مش فاهم مشاعره. بالمناسبه واحد دهب يعني رايح طابه كده اتخرج، يعني كان المفروض الايام دي كلها ايام يعني مميزه او ايام جميله، كنت داخل عليها، كنت رسمت حياتي كلها معاها بقى وكده. كان المفروض اصلا سفريه زي دي كنت انا وهي نطلع كل، لا للاسف انا عايش في المستقبل يعني. انا حتى في هدايا لسه ما اديتهالهاش في هدايا لسه معايا، يعني كنت بجيب لها بتاع مثلا من ده، انا جبت معايا عشان ده خفيف بتاع كونو فليكس عبيط، بس انا يعني الحاجات اللي هي دي انا كنت بعملها ايه، بدلعها شويه وانا اقفل الجهاز عشان الصوت كده بشغل التكييف ده. فكنت يعني ده حاجه يعني لسه عندي مثلا من ده، يعني مش عارف والله لازم كام كرتونه. وفي لعبه ورا بس لو جبتها انا على طريق سريع يعني ايه، مش هلحق انزل فيديو، فابقى اوريها لكم، ممكن ابقى احطها كده في المونتاج. ففي هدف انا يعني كنت رسمت كل حاجه خلاص بقى. انا بقول لكم انا حاجز القاعه صحيح بالمناسبه، برضو القاعه لسه محجوزه لحد النهارده، القاعه باسمي، ولو رحت لهم قلت لهم يعني انا ممكن اروح خلاص، يعني انا حاجز القاعه، والفوتوغرافر موجوده بنت طبعا عشان قلت لكم انا بغير. وكنا حاجزين ايه تاني، الشقه كنا حاجزينها بس رجعت، بس يعني ايه اللي هو خلاص انا كان كاتب كتابنا المفروض بعد 15 يوم ان احنا سيبنا بعض،
والفرح بعد شهرين من ما احنا سيبنا بعض. فسبحان الله يعني ربنا طبعا يعني اكيد ده اخير بكتير، واكيد الحمد لله الحمد لله انا عمري ما اعترض على حاجه زي كده. فكنا وصلنا لفين في يا ريتني كنت عرفت وهي كانت عرفت عني حاجات قبل ما كنا قرينا الفتح بالطريقه الصح برضه كده، عشان انا ما بقولش لاي حد ولا بدي مبررات، ولا عشان انا مش مستعد اخد ذنوب يعني عشان حد عملها ان هو انتوا نتصاحب شويه والاهل ما يعرفوش بس انا ناوي ان انا اتجوز والكلام ده. لا 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 خالص، مش ده ابدا، ولا حد يعمل كده. ولو حد انا عملته في يوم من الايام يعني هي تبقى غلطه كبيره، بس انا مش ناوي كده ان شاء الله يعني، بس عشان لو وقعت فيها الانسان ممكن يقع في اي حاجه، فمش ده الصح ولا ده اللي الواحد بيتكلم عليه. انا قصدي بس اللي هو ايه، كنا سالنا كنا عرفنا يعني في طرق كتير الواحد ممكن يعرف بيها الشخص الثاني قبل ما يروح يخطب الكلام ده. فالمهم اعتذرت لي يوم ما احنا بنجيب الدبل ده، اعتذرت لي على الحاجه اللي انا ضايقتني وزعلتني، وصراحه يعني اللي هو شالت الموضوع نهائي. يمكن كان في شويه يعني اللي هو ايه اللي هو قلت عليه دايركت اتشال، يعني الحاجه اللي انا قلت عليها اتشالت على طول، مش كل الجوانب بتاعتها. وبرضه دخلت هي كانت صغيره شويه يعني كتفكيرها مثلا كان طبعا اكيد اول علاقه مستعد اخش مع بنت ما كان في علاقه قبل كده، الا مثلا لو كان طبعا خطوبه والله يعني بالنسبه لي انا مش بقلل من حد، يعني حد خطب وفسخ مش بقلل من حد، بس انا بقول يعني انا بالنسبه لي علشان ده هيوجعني ان هو مش هبقى عارف مثلا الموضوع وصل لفين، او اللي هو يعني هي لو كانت حبته او كلام من ده. فانا ما خلينا نحط النقطه دي على جنب. بس انا يعني ايه، هي كانت طفله شويه وانا كنت بعملها دايما بدلعها، مش عارف عشان عملت كده ليه. ماشي انا ستايل كنت بعملها كده. سبب حبي ليها اصلا شديد جدا ان انا يعني انا بعشق العلاقه ما بين الاب وبنته، وانا كنت بعملها كبنتي. يعني الموضوع ممكن تتريقوا عليه وممكن كده، بس انا عشان بحب العلاقه دي جدا. ويعني أنا لو في طريقه، معلش عشان جوجل بيقول لي اعرف فين. ماشي هخش فين. مش عارف الصوت ده طالع في الفيديو ولا ايه، ممكن امنتجه وممكن اعمل، بس انا مش عايز يبقى فيه مونتاج كتير في الفيديو عشان يبقى الموضوع من قلبي. استنى بس عشان نخش غلط. يمين ده ابعد ايه جوجل، انت اتخلصت ليه؟ طيب انا هخش يمين او انا اقف هنا احسن. بص هخش من ورا سكن وصلنا نبقى كفايه بقى تاني، يعني ايه اللي هيحصل؟ مش اول ريسك انا في حياتي. دخلتها. وصلت فين؟ جوجل يا سخيف، كنت سيبني ماشي قدامه خلاص. همنتج كل ده يتمنتج. فهي كنت انا بحب علاقه الاب ببنته جدا، وكنت بعملها كطفلتي، واللي هو كده بدلعها شويه، او لو هي غلطت في غلطات مثلا كبيره او صغيره يعني. والله انا برضو غلطت غلطات كبيره وغلطات صغيره كتير، يعني غلطت كتير. فانا بس انا قصدي انا كنت بسامح علشان كده. انا في الغالب انا كده رايح مش عارف ايه الطريق ده. طيب بعد ما جوجل توهنا لففنا لفه طويله على الفاضي، عشان كده بقى بقول ايه، الواحد يدرس الحاجه قبل ما يخشها لان الموضوع بيسوح. خدت بالي ان سمعت دلوقتي من الفيديو، معلش المايك انا لسه جايبه وانا جاي، ما اعرفش حتى ان هو ولا كده، يعني كنت ناوي عشان اجيب مايك نظيف شويه، بس ده الصوت وحش فعلا بالنسبه لي. انا الصوت فعلا مش عاجبني، فمعلش بقى لو الصوت مش احسن حاجه، ولو كان في دوشه قبل ما اقفل الازاز ولسه يبقى في دوشه ما بيعملش عزل حتى ملوش اي لازمه، عملوا لي فروه يعني كده ابن ناس. احاول نكمل كلام. اخر حاجه كنت بقى، لا طبعا الفيديو هيطول، فانا مش بفكر اعمله على كذا جزء. كنت بقى بحب موضوع اللي هو علاقه الاب ببنته ده، ولو كان في طريقه ان الواحد يخلف بيها من غير ما يتجوز او يبقى عنده بنت، انا مستعد اعيش بقية حياتي مع بنتي، اخد بالي بس منها. يعني انا العربيه دي اقسم بالله انا جايب العربيه دي عربيه عائليه وكده، واللي هي يعني مش هبقى اوريها لها هتشوفوها في الفيديوهات، علشان لما اخلف ان شاء الله يا رب اجيب بنوته ابقى انا اللي هوصلها بالعربيه وكده، وهي رايحه المدرسه. طبعا مش هسيبها تركب اتوبيسات ولا الحاجات دي. كتير يعني شغل، يعني فلوس كتير جدا انا عايز اوفرها عشان في المستقبل اجيب لها
في انا اشتغلت حاجات كتير قوي، بس مثلا لو قابلني مورد العاب لازم هو مخ ضاقه، عشان في المستقبل يعني مش عارف بجد انا بحبها قد ايه. انا بحبها من دلوقتي من غير ما اشوفها، فمش عارف بقى لما هشوفها بقى بحبها ازاي. فانا كنت بعشق العلاقه، يعني انا بعشق علاقه اب ببنته. ما اعرفش حاجه، انا مخلوق بيها كده، انا بحب كده. زي في ناس بتلاقيها بتحب الحيوانات قوي، او ناس بتحب يعني كل واحد بيبقى في حاجه بيحبها قوي. فانا يعني كنت بعملها برضو ان البنت دي انها كانها بنتي او كده. زي ما قلت، لو الموضوع انتم شايفينه وكده اللي بره الحاجه، ما بص ما واللي شاف الموضوع صغير في الفيديو اصلا ما كملوش. انت عمرك ما تفهم الموضوع ده يعني. فعشان كده ده اللي خلتني احبها قوي وادلعها واعملها كطفله يعني، واجيب لها العاب واجيب لها حاجات. انا بيني وبينها كنا بنسميها حاجات غلبانه، اللي هي انتوا بتقولوا عليها كيوت، بس انا يعني احنا بنحب نقول عليها اللي هي ايه، ده غلبانه شويه، ده حاجه غلبانه او كده. نجيب حاجات عليها رسومات زي دي، يعني زي ما قلت لكم البتاع ده يعني بعيد عن انه غلبان، الصوره هتبقى مقلوبه. شكله يضحك يعني، كنت بجيبها بس للاسف انا ما لقيتش اتضايق النوع ده. يعني النوع شكله فشيخ جدا. الفرخه دي كانت في مانا تقريبا، لا حلو قوي، فكنت عايز اقرا له. كنت بجيب لها بقى حاجات اللي عليها حاجات اللي هي بتقول عليها كيوت او كده، حاجات غلبانه كلام من ده. فالمهم الواحد يعني كان لسه حياته كلها لدرجه الهدايا فانا الرحله دي انا كنت بتكلم اصلا بدايته ايه، من الرحله دي كان المفروض معاها وجايب ادوات تخييم، ممكن ابقى اوريها لكم. رايح اخيم وكده، كل ده كنت ناوي ايه اعيشه معاها. بس انا يعني ايه، هنعيش لوحدنا يعني برضه عادي، وهنبسط ان شاء الله ويا دي ام الطرق اللي مش عارفين اخرها، وهنتبسط يعني وهنلاقي البنت اللي نحبها بقى بس بعد الجواز يعني. ما مش هحب تاني انا قبل الجواز دي. لو هو انا كنت عايز اتجوز، فكنت بدور برضه على كذا عروسه تانية في الفتره دي، اللي هي شهرين، وقد يبان الناس ده انت ازاي لحقت تنساها ولا كده. لا ما تنساهاش طبعا، مستحيل انساها. وهي مستحيل تنساني، مش غرور، بس قصدي يعني ده سنتين يعني لو الواحد حكى بقى تفاصيل وكلام من ده ما يتنساش، وكمان احنا قرايب. يعني دي كانت حاجه حلوه قوي جدا واحنا مع بعض ان احنا قرايب، بس بعد ما سيبنا بعض بقى الموضوع يعني حاجه انا ما، لان انا كنت عايز كل حاجه ليها علاقه بيها تتقطع تماما، لا اشوفها ولا اسمع عنها ولا اسمع اسمها ولا اي حاجه، علشان تخفيفا عليا، مش عشان حاجه، مش عشان انا بكرهها يعني. لان انا حتى ما فيش، مش عارف مشاعر هي عامله ازاي. فالمهم مش عايزين ايه نتوه نفسنا، خلينا نمشي وبعدين عشان ما نجيبش النهايه قبل البدايه. هي العلاقه والخطوبه انا ما يعني بالنسبه لي متقسمه على 3 حاجات. البدايه، وفي النص اللي هو اللي حصل التغيير الجذري، ونهايتها. والتغيير ده يعني اللي هي اللي حصل فيه التغيير ده كان مني انا مش منها. اعتقد ان ده كان الوقت الانسب لو احنا كنا نسيب بعض، ان هو ده اللي كنا نسيب فيه بعض، مش النهايه. بالنسبه لي انا يعني بوجهه نظر اللي انا شايفه، اعتقد ان ده طريق ده، ان هو ده كان المفروض تبقى دي النهايه. واحنا فعلا كنا خلاص سيبنا بعض، رجعنا لبعض يعني. سيبنا بعض مش فاسخ خطوبه، بس قلنا هنسيب بعض والكلام من ده، بس مش عارف بقى ما قدرناش ولا ايه. فكان الانسب اللي هو يعني عارف، لو هيبقى في حاجه وحشه يبقى يا ريتها كانت دي يعني. لو كده هيبقى لازم في حاجه وحشه، يبقى يا ريتها كانت في الوقت ده، كنت الموضوع هيبقى اسهل ليا وليها، ويعني كان هيبقى احسن بكتير. بس خلينا نكمل. بعد ما رحنا خلصنا خلاص موضوع قرايه الفاتحه والدبله والكلام ده. انا لا بحب الافراح ولا بحب الخطوبه ولا الهيصه ولا الحفلات ولا الرقص ولا الكلام الفارغ ده. ما بحبش حاجات التفاهه دي خالص. واكيد البنت اللي هتجوزها لا يعني مش، انا كنت ناوي اعمل لها فرح بطريقه يعني مختلفه شويه، مش فرح اسلامي قوي، ومش طبعا رقص والكلام ده. كنا هنعمل كاتب كتاب بس بتاعه مع السيشن مع الحاجات اللي هي دي عشان ارضيها شويه، بعيدا طبعا عن اي حاجه ضد مبادئي اللي هي اكيد مش هظهرها قدام حد. ولا حتى الميك اب مثلا كانت هتبقى حتى الميك اب في الفرح، الكلام كان اتفاق الميك اب هيبقى واحنا بنعمل السيشن مع اللي هي البنت اللي هتعمل لنا السيشن وكده. المهم انا يعني برضه صحيح من الغلطات الكبيره جدا جدا جدا، وهي دي بقى يعني ممكن نقول هي دي السبب في كل حاجه في الدنيا. ان ما حدش يا جدعان بيتغير، مفيش، لا يعني لا يعني ما حدش هيغير التاني.
يعني ماشي يكون ان الواحد بيتغير وحاجات من كده في اثناء حياته بنتغير، لكن ما حدش هيغير التاني. يعني انا ما اخدش اصل هو مثلا عصبي زي انا حالاتي للاسف عصبي فهغيره بعد الجواز او بعد الخطوبه او كده. لا مش هتستحملي حد عصبي يبقى بلاش منه. انا يعني مستحيل قابل مثلا ببنت بتلبس اللبس الفلاني ده، بلاش بقى تروح تاخدها لابسه النبي اللبس الفلاني ده وتقول ده انا هغيرها وكده. مش هتغير، بس يرجعوا له تاني، يعني الحاجه دي بترجع تاني. فاللي هو انت ضيعت وقتك ووقتها ومجهودنا يعني ما فدي اهم حاجه. بالله عليك لو حاجه كبيره ماشي، الغلطات الصغيره ماشي تتغير. يعني مثلا لو مش عارف ايه مثلا حاجه صغيره بيكذب، لا بيكذب دي طبعا مش حاجه صغيره. لو اي حاجه معرفش، مش جاي في بالي حاجه دلوقتي. لا لو بس طبخها مش حلو، لو هو معلش يعني شكله مش اوسم حاجه، بس لا بلاش برضه الشكل دي الناس لو هو مثلا بخيل شويه، او مثلا يعني حاجه كيلومترات الاتجاه نحو المخرج الى اليمين على 300 ماشي. انا سمعت. فالحاجات الصغيره ممكن تتغير، لكن الحاجات الكبيره لا. يعني هات حد فيه اللي هي الحاجات دي، خصوصا لو حاجه اللي هو مع مبادئك اللي هو انت مستحيل ما تقبلش بيها. استنى عشان نخش اليومين ده. اوكي مش هو ده اصلا، شكله يومين جدا على فكره. الحاجات الكبيره ناخدها كده من الاول. يعني حته اللبس دي مش صغيره، لان برضو كانت تبان لناس ان هو يعني ده ايه ده لا هما جدا جدا. يعني انت قاعد مثلا ما بتقبلش بالبناطيل زي حالاتي، يعني ما ينفعش تاخد البنت بتلبس بناطيل ماشي، وممكن تتغير في احتمال بس صغير. ولو عملت كده عشان بتحبك ممكن الحب يقل بعد كده، فتيجي تبص تلاقي ان لا ده هي عايزه ترجع لده تاني. ده بالظبط يعني ايه اللي ممكن اقول اللي حصل معايا في كذا حاجه بقى. يعني في الاول هيبقى الموضوع اسهل بكتير، احنا لسه ما بنحبش بعض، يعني هو على قد اعجاب فخلاص دي مش مناسبه. بس هو للاسف الشديد ان هي قالت لي هتغير ومش عارف ايه، وانا قلت لها هتغير في حاجات وكده انا يعني بحاول احط نفسي في الوحش اللي كده. انا في حاجات غيرت فيها فعلا احسن، وفي حاجات ما كانتش احسن حاجه. بس خلينا نشوف احنا رايحين فين الاول.